السلام عليكم خوتي الحباب. في هذا الفيديو غادي نشوفوا وصول فريق اتحاد العاقصة للمطار ديال الجزائر، المطار الدولي الكبير، المطار اللي فيه جوج طيارات اون بان وسرب من الكلاب الضالة. راه شي رقادة على هادي. وغادي نشوفوا اعلام الكلاخ وهو كيتكلم على خريطة المملكة المغربية الشريفة، وكيتكلموا على السيادة وهما كيهضروا على خريطة بلد آخر. خليكم معنا. الوطن قادمة من المغرب بعد مقاطعة مواجهة نادي نهضة بركان ضمن إيابية الدوري النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إثر إصرار النادي المغربي على خوض المواجهة بذاتي القميص الذي يحمل الخريطة الوهمية. تغطية لإسلام مشتيوه. سلامتكم خوف. مباراة العودة باش نقول لكم حنا درنا رينيون تكنيك لافي وفهمناهم ولا يلعبوا بالقميص هذاك اللي فيه الخريطة، حنا ما نرفضوا هدية وما نلعبوش. هذيك وغد من ذاك واليوم المباراة جابوا هذاك الشيء، حنا ما دخلناش نفس الوقت كيما المحر الذهب. احنا عطاونا الماتش هذاك خاسر على كل حال 3-0، درنا شكاية البطاقة الحمراء على جزئين، حاجة متعلقة بالقضية تاع اتحاد العاصمة وقضية واضحة وضوح الشمس، وأيضا قضية أخرى متعلقة ببطولتنا وبما لعبنا وبكرة القدم الجزائرية. نبدأ باتحاد العاصمة باش نكملوا مع الكاف. الحاجة اللي حبيت نوريها من البداية حمزة إن أمكن، القضية هذه صارت في 22 أكتوبر 2023 في السوبر ليج يا محمد يا قاسي السعيد. أعطينا الصورة الأولى في إطار الترويج يا جماعة الخير، في إطار الترويج لكل ما هو علاقة بالسوبر ليج اللي داروها جديدة، الكونفدرالية الجزائرية أو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في السوبر الإفريقي. في البرومو الرسمي البطولة الاتحاد الإفريقي نشر هذا الفيديو التعريفي ودار خريطة المغرب بهذه الطريقة. لي زيكيب اللي يشاركوا دار الخريطة، وهذا البرومو جعل الكثير أو على مستوى المغربي زعفوا كثير وقالوا لهم نو ما ديرولناش هكذا، عاودوا بدلوه. شكون تحكي نتاع المال الفاسد، داروا خريطة أخرى وداروا خريطة الوهمية اللي راهي اليوم على مستوى المايو تاع نهضة بركان عند تقديم الوداد البيضاوي اللي شارك أمام إنيمبا النيجيري. لعبوا الوداد البيضاوي في 22 أكتوبر أمام إنيمبا، داروا هذه الخريطة بعد احتجاج الطرف المغربي، فحذف الاتحاد الإفريقي الفيديو وأعاد نشره بالخريطة الوهمية. لاعبو الوداد أرادوا الدخول في المباراة بقميص الخريطة الوهمية، هم لونطريمون تاعهم بالخريطة الوهمية، لكن فريق إنيمبا النيجيري والأعضاء تاع الاتحادية النيجيرية رفضوا ذلك. وهذه 22 أكتوبر 2023 ما عندهاش بزاف، قال لك ما كانش الوداد البيضاوي ما يلعبش بهذه الخريطة، وقالوا لهم تلعبوا بقمصان البلد تاعكم. ولعب اللقاء، هاو اللقاء يا جماعة الخير، إنيمبا مع الوداد البيضاوي لعب بالقميص تاع المنتخب أو تاع بلد المغرب. يعني على مستوى كل هذه الإشارات مليحة في الملف الجزائري على مستوى الطاس بلوزان. يعني الأمور واضحة محمد قاسي سعيد ولا تحتاج إلى أي تبيان. شوف اليوم رضوان، لازم اليوم الاتحاد الإفريقي حتى جمعية الأمم تتدخل. رضوان، هذه المنطقة تاع الصحراء الغربية منطقة نزاع، مازال ما تصفاش الحساب ديالها، مازالها راهي على الأمم المتحدة. هادو ما سيدي اور لا لوا. لما دير هذه الخريطة هذه يعني انت راك حقرت الناس، حقرت بلاد وحقرت الشعب، قهرت الشعب اللي هو مقهور في المنطقة هذه. أنا قلت لك اليوم لازم الأمم المتحدة تدخل
في هذه القضيه هذه، لان ما نجموش نروحوا بعيد. الناس راهي تحوس يعني توسع ارضها. بصح وين رانا رايحين سي علي بن جيح؟ ولكن نكمل لك رضوان، تفضل. ولكن احنا اليوم رضوان لازم نصيبوا الحل. هذه هي المشكله. الحل هو نعطيك معلومه الان، انه المنتخب الجزائري بعد انسحابه لاقل من 17 سنه تاع كره اليد اليوم اصدر بيان الجزائر تنسحب من البطوله الافريقيه للجمباز اليوم المقامه في المغرب خلال الفتره ما بين 30 افريل و7 ماي. وين رانا رايحين بهذا؟ اشاك فوا دوك هذا واش حبيت نقول لك رضوان. لازم المره اللي فاتت هضر علي بن شيخ على امر لازم تلحق للساسه. شوف لوزاره الخارجيه وللبوليتيسيين لازم الان يقوموا بدور كبير من اجل ايقاف هذا النزيف. لازم اليوم نصيبوا حل. انا كنت صغير بكري رضوان كي نشوف ملاكم ولا مصارع جزائري في القرعه في الالعاب الاولمبيه ولا في الجيدو ولا البوكس يطيح مع واحد صهيوني، نقول يا ربي يضارب معاه ويبارك فيه. ولكن لما كبرت هذا تسمى اذا لعبت ضربت معاه تسمى اعترفت بهذا البلد هدايا. اليوم دوكا المغرب دارت هذه الخريطه هذه اللي راح تخلينا ما نلعبوش معاهم كاع. دوك يعني اي بلد دير لنا حاجه ما نلعبوش، لازم نصيبوا حل باش نحبسوا هذا الشيء. وحل نهائي علي نهائي. الحل يا محمد اعطيه لي خويا علي. الحل ماشي عندك ولا عندي، عند السلطه العليا تتدخل سياسيا. Parce que c'est un problème politique doit être résolu politiquement يا محمد. ماشي اللي يحلوا يهضروا بك، هذا مشكل سياسي يحلوه السياسيين. هذا ما كان بصفه جذريه لانه كي تدخل السياسه في الرياضه الامور تفسد. ليسما ما راحوش يلعبوا على سي ان بروبليم بوليتيك. دونك سي لي بوليتيك اللي يحلوه هم عندهم لي مويا يحلوه اون ليو باش هاد. ولا اذا نصفتنا الطاس، الى الطاس ايضا قامت بالعمل تاعها ونصفتنا راح تربح القضيه وربما تعيد اللقاء بقميص عادي. يفو بور توت اما تولي جوريسبريدونس عليه لو كان تحكم الطاس لصالح الجزائر ان شاء الله مستقبلا اي افير كيما هذه يقول لهم بلي سبق الفصل فيها. الفرق المغربيه ما تلعبش بهذه الخريطه الوهميه. نعم. دونك البروبليم الكبير كاع وين راهو في لاكاف. نعم. ولختام بطاقتي الحمراء انا نقول باننا ممكن ان نخسر لقب لكننا لا نخسر قضيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذا الصراع الجزائر ليست طرف فيه. احنا الجزائر واحد مدخل الحدود تاعنا، هذا الدخول في حدود شعب آخر اللي هو الصحراء الغربية. لكننا كبلد بما أننا لا نحب الاستعمار نمقت الاستعمار لأننا عانينا منه. وأحسن دليل مواقف الجزائر مع فلسطين. فلسطين راهي جاية بعيدة لكن موقف الجزائر لا يحيد، دائما نفس المبادئ. من اللي شفيت العمري من اللي زدت انا ومن قبل ما نزيد انا مواقف الجزائر ثابته. يعني احنا القضيه تاعنا هذه قضيه تاع موقف فقط. نقدروا نخسروا ماتش، نقدروا نخسروا لقب لأن اتحاد العاصمه الان خسر اللقب، لكننا لا نخسر القضيه لاننا لا نحب الاستعمار. وحنا نزيد نقول مره اخرى ربما فلسطين احسن دليل. واعتقد بانه الذي حدث وقالها محمد المره اللي فاتت القضيه الصحراويه اعتقد انها كما صارت مع فريق جبهه التحرير سنه 58. هذا انا ذاك رجال السياسه قالوا بانه فريق جبهه التحرير اكسلير الثوره التحريريه ل10 سنوات. اظن بانه هذه القضيه اكسليرات القضيه الصحراويه ل10 سنوات، لانه الناس كامل عندنا الصحفيين كثير وسائل اعلام اجنبيه اتصلوا بي واتصلوا بالكثير من رجال الإعلام في الجزائر يسألونهم عن هذه القضية، ما قضية الصحراء الغربية والعلم وأيضا قضية الخريطة. وبهذا أعتقد بأنه انقلب السحر على الساحر. الناس حبت تدير أفير باش تجي لصالحها عودة انقلبت، لأنه الآن الكاف راهي في ورطة حقيقية. الكاف الآن تبهديلة، الناس خلصت باش تشوف لي ماتش لدروا تي في دراهم كبار راحوا لهم، وبالتالي الكاف الان قال لك الماتش ما تلعبش لالي زاد ما تلعبش الروتور على جال خريطه وهميه. الجزائر ما تراجعتش عن مواقفها الشامخه وبالتالي ماناش غالطين رضوان. ماناش غالطين. نحب نزيد لك برك شوف باش نقول انا قلت لك الشعب المغربي الحر ويقول لك ماكوش غالطين. ما عندناش طموح توسيع رضوان، وهذه قالها الرئيس الراحل في 72 هو ريبو مديم قالها بلي ما عندناش طموح التوسيع. اليوم عارفين باللي نهضة بركان دارت خطأ كبير، خاصة رئيس الجامعة ديالهم عرف بلي دار خطأ واضح بهذا. ما شفتو خوتي الله يهدي ما خلق
والله يخلي لنا الجزائريين ديالنا، خوتنا احبابنا وجيراننا اللي كيعطيونا على اش نديرو كونتنت. صراحه واخا فيكم الفعايل خالقين لنا شي شويه د الامبيونس، ومره كتزيدوا في اشعاع المملكه. شكرا لكم على هذا الاشهار والدعايه المجانيه للمملكه المغربيه الشريفه. كنشكركم، ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناه. تهلاو.